هالبنات الثنتين اللي مخليتهم عند خالتك وقاعده انت باركت لي في طنجه بالاصح ربيهم. اذا انك انت خايفه عليهم يلي انت قاعده في نهايه رسالتك تناشدي جلاله الملك. انت عارفه شنو يعني تناشدي جلاله الملك؟ اول شيء تحيه لجلاله الملك والله ينصره على كل من عاداه. مو فاضي لا يرد. انا اقول لك اياها باختصار مفيد. اللهم لا شمات. انا بناتي راح اجيبهم قانونيا. انت ما خليتي اي حبل وصل علشان على الاقليه على قولتكم بالمغربيه تخلي الماء من فين يدوز. هذه الانسانه الله يرضى عليكم لا تجيبون لي طاريها لا بخير ولا بشر. انا اللي يجمعني بنتين انا باخذهم بربيهم في بيئه نظيفه. ام متعلمه دارسه مو بام جاهله ولا خوات ما يعلم بهم الا رب العالمين ولا زوج اخت كان انتم عارفين شنو ولا الربع اللي حولهم لاهبين على ديرتهم. ديره حمد بن سلمان محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملكنا الله يطول لنا بعمره. ديرة العز يعرفون عاداتهم وتقاليدهم ويفهمون شلون الحياة تمشي. يطلعون من البيئة اللي ما لها أساس أصلا. المغرب بلد عظيم بلد حضارة ولكنهم عائلة طبعا لا يمسون للمغرب أبدا في ولا شيء. الجاسوس أنا بقول لك دنيا باطمة. الجاسوس اللي عايش معاكم في البيت هو طبعا زوج أختك أوكي اللي هو دائما مسوي لك المؤامرات اوكي واختك طبعا اكيد ما لها يد كبير وباع كبير في الموضوع.